جاهز يا حاج. الله يبارك فيك، شكرا. مبروك يا حاج. مبروك يا حاج. اهلا بالحاج وهاب، الله يبارك فيك. شيء ما كانش على البال ولا على الخاطر. 9 اشهر وانت مخبي علينا يا راجل يا ناقص. مكسوف يا برهان، بعد العمر ده كله اخلف؟ الله، ده حافظ ابني الكبير جماعته على يومهم وليلته. ما تحسدش نفسك امال، ده دهن في العتاقي. الف مبروك يابا، يتربى في عزك. يتربى في عزك انت واخوك. الله، امال فين شاوي؟ ايه ده؟ يا ابني شو انت بتقلدني وتنشز. نشزت يا نشزت مين يا مسكاوي؟ ده انا عندي الاسطوانه بصوت الشيخ سيد. المساله مش في الاسطوانه، المساله في الهواله. طبعا بوده، انا لما كنتش ماشي دلوقتي كنت عرفت ارد عليك. ماشي؟ راح فين يا ابو الاشواق؟ اصل ساب مرات ابويا بتولد. بتولد؟ يا مرات ابوك ولا مرات اخوك؟ لا انت ما تعرفش، مش العروسه الجديده جابت شريك ثالث لشوقي في الميراث. ايه ده يا ابو الاشواق؟ اخ ثالث؟ انت بتصدق المسكاوه بقى، يمكن تكون بنت عرفني. السلام عليكم. انت فاكر بلاد الناس عزومه السبوع؟ الوز المحشي والحلوه المصيه. إلهي يخليكي تحططيني يا خالة أمونة. يخيبك يا بنتي يا سعدية. إيه يا بنتي اللي أنت شايلاها دي؟ ده دقيق الرقاق والجلاش. سيدي حافظ شحتي راجعة من السوق، أنا داخلين شايلوني. يوه، وجايباها على الكران ليه يا أختي؟ ما وديتوش على المطبخ على طول ليه؟ ما أنا طلعت عليكي في المطبخ ما لقيتكيش، وكنت عايزة حد يحططني. طيب يا أختي، طيب هاتي. ها؟ اقعدي في نفسك. بيه، انت بتقولي ما لقيتيش حد في المطبخ؟ يعني ايه؟ زينب ما جاتش؟ ومين قال انها جايه؟ دي لازم تيجي، الاسطى جعفر قال انها جايه. ده يوم طويل عريض، عزومه للرجاله وعزومه للستات واسبوع وهيصه. اللي ما كانتش تيجي تساعد في يوم زي ده هتيجي امتى؟ تيجي تزور وتقعد في اوضه الجلوس مع الضيوف والستات. هو انت تايهه عن زينب؟ شبكوني ونسيوني اوام وفاتوني، ولا حتى سلام يا خساره عشرة ليالي. الله، انت لسه هنا يا زينب؟ وهروح فين يابا؟ تروح فين؟ انا مش قايل لك الصبح قبل ما انزل تروح بيت الحاج رضوان عشان خاطر اسبوع ابنه؟ ايوه قلت لي، بس لسه بدري. هروح من دلوقتي اعمل ايه والسبوع ورش الملح اخر النهار. عايزهم يقولوا عليا زينب جايه عشان تاكل. حيلك حيل، وانت رايحه تضيفي يا بنت جعفر؟ مش تلحقي تساعدي الحريم هناك وتشتغلي معاهم في يوم زي ده؟ ايه ده يابا؟ عايزني اروح اخدم مع ابونا وسعديه؟ هنت عليك للدرجه دي؟ يا بنت ما فيهاش حاجه، ده يوم والناس لبعضيها، وعمك الحاج رضوان خيره علينا من زمان. يلا يلا يا بنتي، اخذي الشيطان وما تقصريش رقبتي قدام الحاج وولاده. طيب ده انا لسه سامع شوقي بيقول لابوه لو زينب هي اللي هتطبخ هاكل، مش هي انا مش رايح اكل. الحلو يروح من المحل. امرك يابا. مفيش داعي نتقل على الحليب. ايوه يا حاج، اليوم يومك. اهو يوم نختم بيه فرح العمر كله يا شوقي يا ابني. مين عارف هنفرح تاني ولا لا؟ الله، ما تقولش كده يابا، ربنا يطول لنا في عمرك وتفرح بجوازه. ايه جوازه؟ يا اخي قول نجوز اللي اكبر منه الاول. مش لما اللي اكبر منه يعقل ويتقل. سبت لك انت العقل والتقل يا حافظ اخويا. يا جدع قوم بس طولك شقر على الصناعيه جوه، ولا الشغل على دماغي لوحدي. انا النهارده متفرغ للاحتفال باسبوع اخويا. النهارده بس؟ ما انت سايق في البلطجه على طول. بس يا حافظ، قول يا شوقي يا ابني ساعد اخوك. يا حاج انا افتكرتك هتقول لي روح البيت شوف العزومه، انت ناسي حاج ان البيت هتملي النهارده بضيوف. ما تتحرش ولا ايه يا حاج دي تقولها لابوك؟ انا ماشي يا حافظ، ماشي قبل ما تولع فيها نار. شاد يابا. معلش يا حافظ، انت كبير، استحمل اخوك بصيره يعقل. امرك يابا.
اللي اقول هي ست هاني مراتك مش ناويه تحضر السبوع؟ عارف يا حاج، اصل الحمل تعبها قوي والحكيم محرج عليها ما تقومش من السرير قبل الولاده. مش كفايه راح قال عنه وجوز وهو في السن ده كمان رايح يخلف. الحق على اولاد يا ست هاني، هما اللي سابوه يعمل عامله زي دي. عندك حق يا نجية، انا غلبت افهم حافظ ووعيه، مفيش فايده. حافظ شخصيته ضعيفه، بيخاف من ابوه. انا عارفه ايه اللي خلى بابا يوافق على جوازنا. البيه الكبير نظر بعيد، وسيدي حافظ مقتدر، وابوه عنده ماليه كبير. لا يا نجية، بابا ما فكرش في الفلوس، بابا ضحك عليه. كان فاكر ان لهم اصل شركاسي زينا. الاصل هو المال يا ست هاني. بس خلاص يا نجية، انا كمان سيبيني لوحدي. حاضر يا ست هاني، استنى عندك. وتاني مرة ما تبقيش تتدخلي في المواضيع اللي زي دي، مفهوم؟ امشي عشان شغلك. اعملي لك هم يا سعدية، وانت يا زينب اسعدي شوية لما تيجي بالهم جايين. انا على الاخر اهو، زينب هي واقفه بتدلع، بقى لها نص ساعه واقفه ترص في الرقاق. جايه يا بنت سعديه، زينب بنت صاحبتي ولا بتلعب معاك؟ لا يا حبيبتي فوق روحك، انا جايه هنا عشان اساعد حريم البيت، مش جايه اشتغل عندهم. ليه بقى؟ على راس ريشه ولا يعني على راس ريشه؟ ولا يكون على راس ريشه؟ انا على راي المثل، لا تعايرني ولا عايرك، ده الهم طايرني وطايرك، الحل من بعض يا بنت المستضعفه. بس يا بنت توعدي ايه؟ هتقعدوا ترضعوا بعض في المطبخ؟ اما والله مش فاهم. ايه بتخربوا ليه يا منى؟ لا منى مين؟ مش انا يا ست احسان، دي سعديه وزينب ما بيبطلوش منها، بتقولي زراير. ما تحطيش راسي في راسي، انا مش خدامه عند حد. سبعة ست احسان، عارفه كده؟ انا عيني يعني ايه؟ هي خدامه مش بني ادمه، يعني مش بني ادمه. ده ايه يا زينب؟ ما تلمي لسانك، انت جايه ساعديه ولا تتخانقي معاهم؟ جايه ساعديه، بس بصراحه بقى كده ما بحبش حد يتامر عليا ولا يدوس على فرق. خلاص مالكوش دعوه ببعض، كل واحده تشوف شغلها لوحدها. خلينا نخلص من اليوم ده ونعديه على خير. ضحك على ايه يا زين؟ اصلها يا عيني مش طايقه. عندها حق، ما هو اصل الولد اللي هيقوي ست ثانيه وينصرها عليه. على رايي كانت الاول عندها امل تطفش مرات ابوها، دلوقتي خلاص قابلتي ثانيه بقت الكل في الكل. عارف الحاج بعد الواد ما جاله في السن ده هشيلها جوه عينيه. الله يكون في عون عمك الحاج هو اللي ابو نفسه. قصدك ايه يا خاله امور؟ ما قصديش، خلينا في الهم اللي ورانا. ما تروحي تفتحي ورقه مستنيه ايه؟ وانت يا زينب لو ليلي المقصوصه اللي حاكمه دور اللي ما لقيتهاش تلاقيها في قرار. سكة ايه مين اللي جاي دلوقتي يا شباب؟ ضيوف، مش سامعني بقول سكة؟ ضيوف من دلوقتي لازم يشيل كل المقاطع بتوعك. مش وقت رغي دلوقتي يا إحسان. على اتفضل اتفضل يا مستكاب، اتفضل يا عبود. من هنا من هنا يا مستكاب. اتفضل من هنا. اتفضل يا اتفضل اتفضل. انا كمان من اول ما دخلت شم البيت كله ريحته مسك وعينيا زغللت من النور. سي شوقي خضتني. نهارك قشطه يا سليم. تعيش يا سي شوقي، عن اذنك. مين على فين؟ مش تقدري لي كلمتين بتوع القهوه. اصلي بصراحه مش فاضي، رايحه اجيب حاجات من القرار. يا خبر قابلت يا حسين. بتخون مين؟ تشرب القهوة يا حاج مال وصلي على النبي. حد يقدر في يوم زي ده؟ انا مش متكدر يا ابو الغامي، انا قلقان. كان نفسي الولد اللي كان على كبر ده يلاقي اخوات بيحبوه. سبحان الله، ومين قال لك يا اخي انهم بيكرهوه؟ ما هي باينه هي من اولها. وما يعني كانوا طايقين امه؟ ما هو على ده كل يوم خناق بين شوقي وبحسان وسنيه. معلش ده شيء طبيعي، كل الاولاد ما يطقوش مرات الاب، خصوصا ما تاخذنيش يعني اذا جت على كبر. وانت برضه صدمتهم يا رضوان. وما كانوا عاوزين نعمل لهم ايه يعني؟ الصبيان كبروا وبقوا رجاله،
ومنهم واحد جوزته جوازه سقع، واحده من بيت اصول محدش يحلم يناسبه، والتاني يوم ما يقول يا جواز برضه هجوزه جوازه كمان. مفيش غير بنتي احسان، وانا ما قصرتش في حقها. يوم ما ربنا يأذن لها بالجواز هجهزها وسياغها ولا بنات البشوات. ما حدش قال انك قصرت لا سمح الله. قصدي اقول يعني ان الغيره شيء طبيعي في نفوس العيال. شوف يا برهان، انا راجل حجيت بيت الله وعارف ربنا كويس، ولا ليش في الخبص ولا في الماشي البطال، لكن بقى ما اقدرش استغنى عن الحريم. اعمل ايه يعني؟ هتقول عليك انها برضه البركه في النسخه اللي بعملها لك من العطار يا رضوان. انا يوم ما حبيت اتجوز اخترت واحده كبرت في البنوتيه، يعني ما عندهاش عشم في الخلف، لكن انا خالف ظننا بقى. اراده ربنا نعمل ايه؟ معلوم اراده ربنا. عموما ابنك حافظ كبير وعاقل، وشوقي خفيف ومالوش في الخناق والمناقره، واذا كان على احسان يا سيدي بكره يجي لها العدل ان شاء الله. ومن عارف مش يمكن ربنا يحط محبه الواد ده في قلوب الاولاد يغيروا معاملتهم لامه. ربنا يسمع منك. بينا بقى. ايوه، لكن ما قلتليش يا حاج رضوان ناوي تسميه ايه لا مؤاخذه؟ وحيد رضوان. اسمع كلام امك، واسمع كلام ابوك، واسمع كلام اختك، واسمع كلام اخوك، واسمع كلام اللي بيحبوك، واسمع كلام عمك، اسمع كل اللي في البيت، اسمع كلامهم. ما تهملش العيال بالطوب، ولا تحرم العيالات، ولا مع كل اللي يحبوك. زحلقة يا حاجة، زحلقة والله يا حاجة. يلا 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 بقى كده، يلا بقى، يلا على بره، اطلعوا بره زينب. ايه يلا يا حبيبتي، افزي الشيطان كده وقومي تعالي كلي لك لقمه معانا. مش عايزه اكل، انا هروح اكل في بيت. ما هو كمان كده بقى بصراحه ست احسن ما عندهاش حق تكسبها وما تخليهاش تقعد في وسط الستات كده. الله، ما اللي حصل وخلاص يا سعديه. المهم دلوقتي انها تقوم تاكل لها لقمه معانا، دي تعبانه طول النهار. ما تقومي تاكلي يا زينب. هو انت هتاكلي في وسط الستات والهوانم يا بتتقمصي؟ انا مش اقل من الهوان والمعازيم اللي بتقولي عليهم، ومهما كان ده نظيفتك وبيتك ما كانش صح تكتفيني قدام وتقوميني من قدام المعازيم وتجرشيني. انت بتقطميني يا بنت الاستاذ جعفر. انت بقى اللي هتعلميني ايه الصح وايه الغلط. والله يا عالم ما عادش الا انت كمان. عموما انا ليا كلام تاني مع ابوكي بس بعد الاسبوع ما يخلص. يلا امشي شويه على المطبخ قدام الساعه بره. سيبني في حالي يا شوقي يعمل معروف. مش هسيبك قبل ما اعرف مالك. ايه؟ بتعيطي ليه؟ حصل ايه؟ ما حصلش حاجه يا زين، لسه ما تعرفيش ان اللي زعلك زعلني؟ يا سلام. عشان ايه؟
ابقى لك ايه؟ لسه ما انتش عارفه تقولي ايه؟ مش كفايه عملت اختك فيا؟ مين؟ حسام؟ عملت ايه؟ انا اللي غلطانه، قلت البيت الكبير بيتي برضه واهله اهلي ولازم اقف جنبهم واساعدهم في يوم زي ده. تقوم قابلتي احسان بدل ما تعزمني قدام الهواني تكرشني. بس يا حسام معلش يا زينب امسحيها في دقنك. لا دقنك ولا دقن، اهو يوم يعدي والبيت ده ما عادش خطيه تاني مره. طب تعالي معايا. هتوديني فين؟ تعالي معايا بس. اعمل معروف سيبني في حالي يا سي شوقي بقى. لما اقول لك تعالي تبقي تيجي. تعالى يا زينب. استنى يا ناني. شوقي لف كل العصانيه ده واديه للمجوزيل زينب. وصل لها صينيه بقلاوه مخصوص لغايه البيت. متشكرين قوي يا مجوزيل زينب. انت شرفتينا وانستينا. عقبال ليلتك. ليلتك مش فايته يا بنت جعفر. بقى بعد اللي حكيته لك ده كله يابا ولسه زعلان مني؟ طب انا كنت فاكراك هتزعل عشاني. اصلك انت مش عارفه اللي حصل ده نتيجته ايه. قليل ما قامت حريقه بيت الحاج رضوان والاخوات مسكوا بعض. ليه بقى؟ عشان شوقي طلع حقاني وردلي كرامتي قدام الناس. ربنا يستر. انا مش فاهم انت طالعه فيها ومستقلعه كده ليه؟ يا بنتي ده انا مستخدم عندهم. لا يابا ما يقدروش يستغنوا عنك. طب ده انت احسن صنايع في مصر كلها. ده انت ما فيش حلواني زيك. وبعدين هم اللي محتاجينك مش انت اللي محتاج لهم. اوعى توطي راسك قدامهم يابا. انت بتجيب الكلام ده منين يا بنت يا زينب؟ بتفكريني بامك وانزحتها وراسها الناشفه الله يرحمها. تعيش يابا. احنا يمكن نكون على قدنا صحيح بس الناس مش بفلوسها ولا ايه يابا؟ صح يا زينب. الناس مش بفلوسها، الناس بنفوسها. هي حصلت انك تنصر بنت رستة جعفر عليا وتقوم عينها وتخلي المعازيم يشمتوا فيا؟ ايوه يا اخي انت خليتها خلص شوقي. يا حسام حرام عليك تبطلي فرق. وانت يا حافظ اخويا خف عليا شويه انا مش قدكم. لو اتفقتوا عليا انتوا الاثنين يبقى الله يرحمني. زعلانين قوي عشان جبرت خاطر بنت رستة جعفر وما رضيتش اروحها مقهوره ومعيطه بعد ما شقيت في البيت طول النهار. طب يرضيك انت يا حاج؟ لا طبعا ما يرضينيش. وزينب بنت مؤدبه وطول عمرنا بنعتبرها واحده من البيت. انتوا عايزين تفلسوني؟ عايزين تعملوا راسي براسين انتوا بتاعتوا كفايه يا حسام. ما تمشيش انا كمان كنت مسافر وفي نفس المحل. ايه عشان ربنا ادانا نفتكر ونطلع رساله؟ يعني كلكم عليا؟ ما انا عارف ان انا الوحيده اللي عارفه. الله هديك. لا مالكيش دعوه انت. احنا مش ناقصين وجع دماغ وخناق. اسمع يا شوقي. انت بصراحه زودتها حبتين. الله انا صحيح ما بحبش الظلم انما انت كان ممكن تراضي البنت وتاخدها على جنب وتقول لها كلمتين حلوين بدل المظاهره البايخه اللي انت عملتها. هو ده خلاص يا حاج. صراحه بقى شوقي لازم يعقل ويهدى ويشوف مستقبله. عايز تقول ايه يا حافظ؟ بعد اذنك يا حاج انا بتكلم بصراحه. اتكلم يا حافظ. ما تزعلش مني يا اخويا. انا مش عجباني الشله اللي انت مجموع عليها دي. مالكش دعوه باصحابي يا حافظ. اصحابك دول ملمومين حواليك عشان تصرف عليهم. الله دول ما فهمش حد عن الطلب. اللي بتاع عوالم والوصف زورات احيان شوف بقى ما اقول لك يا حافظ. اهلي في واحد اصحابي دول ايدك عنه شهامه ما عندكش انت خلاص. ما تمسكوا بعض احسن. انا مش كفايه الرات اضربوا بعض كمان. حاسب يا سي حاج صحتك. يلا روح خد بعيد عن ابوك. انا ما بتخانقش. بس خلاص مالكيش دعوه انت. خد اوضتك. انا اخوك كبير يا حاج ومن حق انصحه وواجب عليه يسمعني. صراحه ربنا شوقي لازم يتجوز. ايه العقل؟ انا مستعد بس هو يقول. يابا الجواز ده حاجه خطيره وعايزه تفكير. هتفكر في ايه؟ في العروسه؟ طب قول يا جواز كده وتخيلوا عليا انك